ردة فعل غير متوقعة من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد أو حصري. علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي على يانج أفريكانز وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل فاجأ بها النادي الأهلي المصري. قال عمرو أديب: الأهلي النهاردة كسب وتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، وأنا بقول له مبروك يا أهلي عقبال ما توصل النهائي، بس ليا طلب بسيط عند مارسيل كولر ولازم حد يوصل له الرسالة اللي هقولها دلوقتي. بص يا عم كولر، انا عاوزك بقى تخدمنا وتبدأ ماتش الزمالك بنفس التشكيل اللي بدأت بيه النهاردة، ويا ريت تريح حسين الشحات وبيرسي تاو وتبدأ بطاهر محمد طاهر وموديست. كده كده الماتش هيكون سهل بالنسبة لك ومش محتاج حاجة، يعني مش لازم بقى تبدأ بالمتقلات بتاعتك كلها، ريحهم للماتشات الصعبة اللي جاية. يعني ما جيش الاقيك بادئ الماتش بإمام عاشور ووسام ابو علي وتاو والشحات والليلة الكبيرة بتاعتك دي، كده هيبقى الحمل تقيل علينا يا عم كولر. صدقني هيبقى فيلم رعب كده، مش ماتش كورة خالص. انا عن نفسي مش هتفرج بصراحة، هخاف من السيناريو اللي ممكن يحصل في الزمالك. الموضوع بسيط ومش محتاج حاجة، يعني انت عندك عبد الله السعيد وشيكابالا لعيبة كبيرة في السن، مش حمل الناس بتاعتكم خالص. وانا هكلم المستشار تركي آل الشيخ يعمل جايزة لأفضل مدرب وهخليه يديها لك يا عم كولر، ما تقلقش. اظن مفيش احلى من كده. خلينا حلوين وابدأ بموديست وطاهر علشان ربنا يسترها، الله يبارك لك. هذا ما قاله وصرح به عمرو أديب للإذاعة السعودية عقب انتهاء مباراة الأهلي ويانج أفريكانز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.